السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. في البداية ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بسلة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والطعم اللهم بارك حكاية. ويلا بينا يا أحلى وأجمل اخوات نشوف هنعمل ايه مع بعض. في البداية بحب أحضر المقادير جنبي كده زي ما احنا شايفين مع بعض. ومعايا هنا مية بتغلي حطاها علشان أسلق الفراخ، ومعايا بصلاية وحباية من الطماطم وحباية جزر. طبعا غسلة الفراخ كويس جدا وعاملة لها محلول من النقع، وأبدأ أنزل بالفراخ ونسيبها، مش هنحط بهارات خالص دلوقتي. ومعايا صينية على النار، وأبدأ أنزل حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت ومكعب من الزبدة. طبعا الزبدة بتنقل الطاجن ده في حتة تانية خالص، فهنحط زيت وزبدة. طبعا لو حطينا زبدة لوحدها بتتحرق، فبنحط شوية من الزيت. وهنا معايا بصلاية كبيرة او بصلتين حجم وسط ومقطعاهم تقطيع صغير زي ما احنا شايفين مع بعض كده. او لو فرمتيهم في الكبة خليه الفرم مش ناعم قوي علشان يدي الطاجن طعم جميل كده ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وطول ما انت واقفة في المطبخ اذكري الله وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يبارك في الطعام كده. وان شاء الله ربنا يرزقكم البركة والخير، اللهم امين يا رب العالمين. هنا هقلب كده لغاية ما البصلاية تدبل معايا وتديني لون اصفر فاتح، يعني لسه هنحط توم فهتغمق معايا بعد ما احط التوم شوية كمان. هنا اول ما دبلت معايا كده واديت لي لون اصفر فاتح هنزل بمعلقة كبيرة من التوم. تقلبيها كده لغاية ما تشمي ريحتها كده وتديكي لون ذهبي فاتح. ما تغمقيش التومية علشان ما تمررش معاكي الطبيخ. هتغمقي التوم بتمرر الطبيخ ويبقى طعمها مش لطيف خالص. هوريكم دلوقتي اللون اللي نوصل ليه. زي ما احنا شايفين كده ده اللون اللي احنا عاوزينه، ذهبي فاتح ما تغمقيش خالص. وبعد كده معايا طماطم عصراها مش مصفياها خالص، لو حابة تصفيها مفيش اي مشكلة. وطبعا من قبل ما تغلي ولا اي حاجة هنحط البصل والجزر معاها ونسيبها كده ونغطيها ونسيبها على نار هادية كده تتسبك مع بعضها. يعني تديها تقليبة كده، وبعد كده هغطيها واسيبها على نار هادية. وهنا الشوربة ما شاء الله اللهم بارك، شايفين ما عملتش ريم، والشوربة صافية وجميلة جدا وتاكلي منها وتشبعي ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا بحط ملح وفلفل وكمون فقط لا غير، ما تزوديش بهارات في الاكل علشان بيغير بجد طعم الاكل. لو حابة تحطي بقى ورق لورا اللي انتي حابة تحطيه حطيه، بس انا مش بحب في الطبيخ الورق اللورا وكده، فانا بكتفي بالفلفل والكمون والملح. وهنا بقى شايفين ما شاء الله الصلصة مع الجزر مع البسلة كده اتسبكوا معايا. ايه رأيكم؟ وهنا معايا بطياري، بس البطاطس لو هنعمل بطاطس مع الجزر والبسلة ما بنحطهاش في الاول، بنسيبها بنحطها في الاخر علشان طبعا الجزر والبسلة بياخدوا وقت في السوى اكتر من البطاطس. فبحطها كده في نص التسوية، يعني لما بتتسبك كده بتكون خدت شوية من التسوية فابدأ احط البطاطس. وطبعا مقطعاها مكعبات كبيرة شوية علشان ما تتهريش معايا في الصينية. وطبعا هظبط البهارات ملح وفلفل وكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة، يعني شوية ربع معلقة كبيرة كده، ما تكتريش في الكزبرة. وهبدأ اقلبها برضو واغطيها واسيبها شوية برضو كده في التسبيكة. وطبعا لو عايزة تعادلي الحموضة وكده هتحطي ربع معلقة معلقة سكر.
وهنا شوربة الفراخ اللي عملناها مع بعض، ما شاء الله شايفين شكلها فاتحة وجميلة جدا طبعا، او فائض الدجاج زي اخواتنا في السعودية ما بيقولوا. وهنا طبعا هنديها بقى تقليبة كده ونسيبها برضو على البوتاجاز شوية حوالي 10 دقايق كده علشان ما تاخدش معايا وقت كبير في الفرن. وطبعا ظبطت الملح بتاعها، خلي بالك الشوربة بيبقى فيها ملح، فبتدوقيها كده وبتظبط الملح حسب الرغبة. وهنا خلاص كانت قعدت معايا شوية على البوتاجاز كده وخدت ودت مع بعضها. لو وصلت لغاية هنا يا غالية ما تنسيش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحطي لايك واشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. وهنا بقى ابدأ ارص الفرخية بعد ما استوت كده. طاجن بطاطا طاجن بسلة بالفراخ بجد طعمه جميل جدا. لو عندك لحمة وبتسلقي لحمة يعني وكده هتعملي برضو بنفس الخطوات، هتحطي اللحمة برضو وتدخليها برضو الفرن، بتبقى طعمها جميل جدا. انا طبعا بحط كده صلصة من بتاعة البسلة على الفراخ عشان تحمر وتدينا لون جميل كده. وهنا دخلتها الفرن بتاخد حوالي ساعة الا تلت. وطبعا الفراخ ببقى مسوياها يا دوبك داخله في السوا علشان ما تتهريش معايا في الطاجن، وتبقى ماسكه نفسها برضو كده وجميله كده. وزي ما احنا شايفين هنا الطاجن ما شاء الله خرج من الفرن. ايه رأيكم في الشكل؟ الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه، ما شاء الله اللهم بارك. وربنا يحفظ هذه النعمة يا رب ويحفظها من الزوال ويديمها علينا نعمة ويديم علينا البركة والخير، اللهم امين يا رب. وربنا يحسن ما بين ايديكم ويبارك لكم في اولادكم ويرزقكم الصحة والعافية يا رب، اللهم امين. ايه رأيكم في الشكل؟ ما شاء الله. وهنا هوريها لكم ازاي كل حاجة مستوية ما شاء الله معايا. البطاطس مستوية والجزر مستوي وكل حاجة ما شاء الله مستوية معايا. زي ما احنا شايفين البطاطس ماسكة نفسها ومش مهرية وبتتقطع معايا بسرعة ما شاء الله مستوية. وهنا البسلة ما شاء الله دايبة معايا برضو كده في التسوية. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، وما تنسناش من دعواتكم، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا اغلى اخوات.